الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم يبعثون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا عدوهم. عفوا إخواني. إخواني، فضيحة أحد حمير ياسر. طبعا اخواني، قبل لا نبدي بفضحه اخواني، حبيت اوضح انه راح تبدي سلسله حلقات بعنوان انصار شو. هاي اخوان، مثلا اي واحد مثلا وهابي مثلا او ياسري او مثلا قصف مثلا ياسر الخبيث كذا فضيحه، ينغسل بهذا البرنامج اخواني، هذا البرنامج المتواضع. فاخواني لا تنسون الدعم والاشتراك. المهم اخواني، بهاي الحلقه راح يتم الدفاع عن الشيخ عيسى محمود المعاميري، حيث هاجمه أحد الياسرية وهاجمه بعدة. خلينا نشوف إخواني الإيمان الياسري عند أتباع ياسر. تعالوا إخواني نشوف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، والعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الإخوة المؤمنون والسادة المنصفون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا موضوع هام لا بد من سماعه وتحذير المؤمنون منه، وخصوصا أنه من دواعي الشيطان الخبيث وأعوانه ومكائده الدنيئة. وقبل البدء سأبدأ ببعض المقدمات البسيطة التعريفية لهذه الشخصية الشيطانية. فدوة. اسم الله عين، اسم الله. هكا مصاصة مشي نفسك بيها. شنو تريد تحذر به المؤمنين؟ قل لنا حبيبي، كبرياء يزيد. يقول لنا حبيبي منتظرك. يمه ايش قد ابو تعيق. نسمعك حبيبي، نسمعك. سرقته مستحيلا ومستعصية ولا يعقل، وتريد أن تشككنا وتفقدنا الثقة بالشيخ الحبيب الذي منذ أن عرفناه كان وما زال يجاهد من أجل نصرة الدين ويستميت من أجل نصرة آل محمد عليهم السلام، والذي قامت عدالته عندنا بالتحقيق والتمحيص على نحو اليقين. وعليك يا ساقط يا كلب. طبعا هذه التدليسات مالتك والمشاعر الرنانة مالتك، تقول يا الشيخ ياسر الحبيب يدافع عن الدين ويدافع عن محمد وآل محمد. طبعا ما ألوم الجماعة لمن هسه هانوك هسه. ما ألومهم طبعا، بس خلينا نشوف هل فعلا الشيخ ياسر الحبيب يدافع عن الدين؟ ورطيه. خلينا نشوف اخواني، تعالوا هذا اقتراب من البيت، يريد يدخل. حتى لو ما يريد يدخل، انت لا مسوينها قضيه دخول، لازم تورطينه. كم مره اعلمك؟ ليش تضيعين الفرص؟ ونعم المدافع عن الدين. اما قولك ان المقطع مفتوح، ان المقطع منسوب للشيخ وكذا، تفضل باهل الشيخ عيسى، باهل الشيخ عيسى على ادعائك. المهم نشوف ايضا النور الساطع والايمان لاتباع ياسر. تعال خلينا نشوف الاحتفال مالتهم. الخطة سيتم عمل 3 احتفالات. غدا يصير احتفال سكسي جدا، احتفال يوم الجمعة نصف سكسي، واحتفال يوم انت ابن زنا. انت ابن زنا. فمثل ما شفتوا يحرض اخته على توريط زوجها.
هذا ياسر المدافع عن أهل البيت. وعندهم احتفال سكسي طبعا، والرطيه. المهم اخواني، من هاي الاسباب يا ايها الحمار يا كبرياء يزيد وليس الحسين، يا صاحب قناة كبرياء يزيد وليس الحسين، من هاي الاسباب ان الشيخ عيسى محمود قرر القضاء على ياسر الخبيث، وفعلا يجب القضاء عليه من هاي الاسباب. اخواني، نرجو ان الحلقة عجبتكم. لا تنسوا اخواني الدعم لنا لكي يصلكم ما هو جديد. الشيخ عيسى احنا وراك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بحق محمد وآل محمد وأن يحشرنا معهم. وهذا وصلى الله تعالى على محمد وعلى طيب الطاهرين. أخوكم عزيزي وأبي أنصار الكرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.